ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هنعمل احلى واجمل كشري تاكليه حياتك. اول حاجه هنبدا بيها العدس بجبه. هنغسله كويس ونحط له ميه ونسلقه. هنا العدس معانا اتسلق بقى زي الفل. هنشطفه من الميه بتاعته ونحط له شويه ملح. عايزه تعمليها قبليها بيوم مش مشكله، مش هيأثر عليه لما نتعمل قبليها بوقت، مش مشكله. انا بحطه في التلاجة وبسيبه. تاني حاجة هنعملها العدس الصيني أو البليلة المكسرة، بس هو عند العطار نقول له عايزين عدس صيني. هنغسله كويس ونحط له ميه ونسلقه. هنا العدس الصيني اتسلق معانا وبقى طيب زي العسل. هنشطفه من المية بتاعته بشوية مية من الحنفية عادي ونحط له ملح. عايزين نعمله قبلها بيوم مش مشكلة. يلا بينا بقى نعمل الصلصة بتاعة الكشري. هنحط شوية زيت في حلة وعليهم معلقتين كبار توم. هنقلبهم على نار هادية خالص عشان التومة متحرقش مننا. هنعصر الطماطم لحد ما تتحمر معانا التومة. احنا عايزين التومة لونها ذهبي، مش عايزينها تحرق مننا عشان ما تمررش في التقلية. هننزل بالطماطم اللي احنا فرمناها. هنحط معلقة سكر كبيرة دي للحموضة بتاعة التقلية عشان ما تبقاش حامضة معاكي انتوا بتاكليها، ومعلقة كبيرة ملح، ونظبط الحقيقة بتاعهم ونسيبها على النار تتسبك بس مش قوي، عايزينها نص نص. هنا الصلصة معانا اتسبكت نص نص. احنا عايزينها قوامها يبقى ولا ماهي ولا تقيل. هنا معانا الرز هنغسله الأول ونسيبه على جنب. ومعانا حلة أو صينية هنحط فيها شوية زيت، وبعد كده ننزل بالشعرية. هنخلي النار بتاعتها متوسطة عشان الشعرية برضو بتتحرق بسرعة. وهنقلب. وأول ما الشعرية لونها يبتدي يجي للون الذهبي هننزل بالرز على نار هادية خالص. هنوطي العين ونقلب فيهم. هنا الرز بالشعرية اتفلفل وبقى جميل. هننزل بقى بالمية سواء سخنة أو ساقعة مش مشكلة، بس هي لو سخنة يفضل يعني. ننزل بالمية وبعد كده نحط مكعب مرقة عشان يديله طعم وحبة ملح بفلفل أسود. هنخلي النار عالية لحد ما تغلي، وأول ما تغلي هنوطي النار خالص وهنغطيها. هنسيب حاجة بسيطة في الغطا مفتوحة. ما ننساش حاجة، احنا مش هنخلي الرز يطيب على الآخر معانا، لأ، هنخليه فاضله دقيقة ويطيب. هنطفي عليه
وهنغطيه تاني بالغطا بتاعه، وهو هيطيب وحديه بالبخار. هنا معانا البصل هنقطعه كله جوليان. جوليان يعني صوابع. بعد ما قطعنا البصل كله جوليان هنجيب حوالي 3 أو 4 معالق كبار دقيق، وهنقلبهم على البصل ونقلبهم كويس قوي قوي بإيدك كده، عشان أنا عايزة الدقيق يتنخل جوه البصل ويبقى كله شكل واحد. ده اللي هيدي القرمشة معانا بتاعة البصل. كده احنا غلفنا البصل كله بالدقيق. تعالوا نبتدي نقلي مع بعضينا. هنجيب طاسة نحط فيها زيت حبة حلوين، عادي لو حطينا الكمية كلها، بس لو كمية كبيرة قوي قوي لأ. هنحطهم في الطاسة ما نقلبش، لأ هنسيبهم كده. لو الكمية كبيرة ما نقلبش فيهم، هنسيبهم شوية على النار لحد ما يبتدي اللون بتاعهم يتغير. هنقلب على طول. أول ما البصل ياخد اللون ده يوصل الدرجة دي، نبتدي تقليب باستمرار علشان ما تحرش منك البصل. وأول ما يوصل اللون الذهبي الغامق هنطلعه بمصفاية، هنصفي الزيت كويس منيه ونطلعه على مناديل مطبخ علشان أي زيت فيه ينزل في المنديل. لو حابة تعملي البصل الأول تحمريه وتاخدي الزيت بتاعه وتعملي بيه الرز بالشعرية هيبقى جميل جدا جدا. نيجي بقى لسلق المكرونة. هنجيب صينية أو حلة المتاح عندك، هنحط فيه مية بشوية ملح صغيرين، وأول ما تغلي المية هننزل بالمكرونة. أنا عملت أشكال كتير قوي قوي في نفس السلقة، مش مشكلة، مش هتعمل حاجة. أول ما تتسلق المكرونة هننزلها في المصفاية وهنفتح عليها شوية مية من الحنفية وهنشطفها كويس. نرجعها تاني في الصينية بتاعتها. هناخد كام معلقة زيت، معلقتين 3 كده من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، هنحطهم على المكرونة مع شوية ملح فلفل ومكعب مرقة ونقلبهم مع بعض. الزيت ليه بقى نحطه؟ علشان يدي ريحة وطعم، ريحة البصل. وغير كده المكرونة لو قعدت معاكي يوم كامل يومين أي حاجة في التلاجة أو بره التلاجة هتلاقيها مفلفلة. وهنحط معلقة كبيرة صلصة. وده بقى يا حبايب قلب الشكل النهائي للكشري بتاعنا، جميل وسهل وحلو خالص. ونغرف بقى الكشري بأي رصة انت عايزاها، مش مشكلة، بألف هنا وشافة على قلبك يا ست الكل.